النهاية كانت قدامه خلاص. المية المتلجة بتسحب في روحه ونفسه بيتقطع تحت الجليد ومفيش أي أمل في النجاة. بس في لمح البصر ومن غير أي تفسير بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان تاني خالص، ناشف عايش ومولود من جديد. اللحظة دي ما كانتش مجرد معجزة أنقذت حياته، دي كانت البداية لقوة مرعبة هتخليه يملك العالم كله، بس في نفس الوقت هتفتح عليه أبواب الجحيم. ديفيداس طالب ثانوي عادي جدا، حياته مليانة مشاكل وكل اللي في باله إنه يفرح زميلته إيميلي اللي بيحبها. جاب لها هدية بسيطة من مصروفه، كورة تلج من باريس، بس للأسف الفرحة عمرها ما هتكمل. زي ما في دماغه كده، المتنمر ماركوس بتاع المدرسة بيدخل ببرود، بيخطف الهدية ويرميها في بحيرة متجمدة. ديفيداس الأهبل اللي لو حصل له حاجة هتروح تتجوز واحد تاني وهيموت هو عازب، بينط وراها عشان يجيبها، بس الجليد بيتكسر تحته وبيقع في المية المتلجة. تحت المية الرعب بياكل قلبه، بيحاول يتنفس مش قادر، بيودع الدنيا خلاص وهي هتشوف لها حبيب تاني. بس فجأة بيلاقي نفسه واقع على أرض صلبة في طرقة مكتبة عامة في المدينة، مبلول بيترعش ومش فاهم أي حاجة. إزاي وصل هنا؟ محدش يعرف، بس الأهم إنه لسه عايش. بيرجع بيته وهو لسه في صدمته، وهناك بيقابل أبوه القاسي اللي بيعامله أسوأ معاملة. أبوه بيزعق له بعنف عشان مبلول. والده بيتجنن ويكسر الباب، بس من مجرد ما بيدخل بيلاقي الأوضة فاضية. ديفيداس اختفى تاني ورجع لنفس المكتبة، معرفش هو حابب المكتبة ليه. وهنا ديفيد بيفهم الحقيقة اللي هتغير حياته للأبد. هو مش مجرد محظوظ، هو بقى عنده قوة خارقة اسمها خاصية الانتقال الآني، يعني ينتقل عن بعد. بيقدر يروح أي مكان في لمح البصر. غضبه وإحساسه بالقهر بيخليه يجرب تاني، وفعلا بيتنقل لأوضته. دي كانت تذكرة خروجه من حياته البائسة. بيلم هدومه، بيسيب كرة التلج لإيميلي في الحديقة من غير ما تحس، وبيسيب المدينة كلها وراه. هو كاره كل حاجة. ديفيداس بيبدأ يتدرب على قوته الجديدة، بيكتشف انه يقدر يروح لأي مكان شافه او في ذاكرته. وطبعا اول حاجة فكر فيها هي الفلوس. بيدخل بنك في عز الظهر، بيطلب من الأمن يقوله الحمام فين، وفي طريقه بيركز جدا في تفاصيل الخزنة. وبالليل بينفذ أول وأسهل عملية سرقة في التاريخ، بينط جوه الخزنة، بيعبي شنط فلوس ويختفي في ثانية. العملية دي بتتكرر أكتر من مرة. ديفيداس بيبقى غني غناء فاحش، بيشتري شقة خرافية ويعيش حياة الملوك. بيفطر في باريس، بيتغدى في مصر فوق الأهرامات، وبيركب أمواج في استراليا، كله في نفس اليوم. 8 سنين بيعيش لنفسه بس، ما بيساعدش حد وما بيهتمش بحد. لكن اللي محدش كان يعرفه ان في عيون بتراقبه في الضلمة. ما هو طبعا واحد اختنى من غير ما يعمل اي حاجة، مفكر هيسيبوك؟ with great power comes great responsibility. في ليلة بيرجع شقته الفخمة مطمن، بس بيلاقي ضيف تقيل مستنيه، رونالدو، قائد فرقة مسلحة مرعبة اسمهم البلابيس أو الصيادين. دول ناس مهمتهم الوحيدة في الحياة يلاقوا اللي زي ديفيداس ويخلصوا عليهم من غير رحمة. رونالدو ما بيضيعش وقت، بيصعق ديفيداس بسلاح كهربي. الكهرباء بتشوش على قوته وتمنعه من الانتقال. ديفيداس بيحاول يهرب، بينضرب طبعا وبيتحدف من الدور تاني من شقته.
النهاية بتقرب منه تاني، وفي آخر لحظة وبصعوبة خرافية بيقدر يركز وينتقل لخزينته السرية، يقطع الأسلاك اللي مكتفاه ويهرب من النهاية المحتمة. ديفيداس مرعوب وقرر يرجع لمدينته القديمة يشوف إيميلي. بيلاقيها بتشتغل في بار وبقت عايشة حياتها. امال هتستناك يا حبيبي؟ بس حظه السيء بيخلي ماركوس المتنمر يظهر تاني ويبدأ يشتم ويستفز فيه. ديفيداس المرة دي مش هيسكت، بيضربه، فماركوس بيسحبه لبره وبيبدأ يضرب فيه وهو فاكر انه هينتصر زي زمان. بس ديفيداس بيمسكه وفي ثانية بينقله معاه جوه خزنة البنك الضلمة والمقفولة. ماركوس بيترعب وبيترجاه يسيبه، فديفيداس بيسيبه مسجون هناك ويرجع لإيميلي. بيكذب عليها ويقول لها انه شغال في بنك وبقى غني، وبيعزمها على رحلة لروما. في روما بيدخلوا الكولوسيوم وهو مقفول عن طريق قوته، وهناك ديفيداس بيقابل جريفن، شاب زيه بالظبط بيقدر ينتقل عن بعد. جريفن بيصدمه وبيقول له ان الصيادين البلابيس دايما بيراقبوهم ومفيش مكان آمن. وفي نفس اللحظة 2 من الصيادين البلابيس يهجموا عليهم. جريفن بيطيرهم بقوته وبشراسته وبيفهم ديفيداس ان البلابيس دول جماعة من العصور الوسطى هدفهم إبادة كل المنتقلين من على وش الأرض. الشرطة بتقبض على ديفيداس وإيميلي بسبب دخولهم المكان المقفول، وفي الاسم بتحصل مفاجأة بتشقلب كيان ديفيداس. أمه اللي سابته وهو طفل دي اتقلبت قصة هندية، بتظهر فجأة قدامه، بتفك كلبشاته وتحذره انه لازم يسيب إيميلي فورا عشان حياته في خطر. ديفيداس مش فاهم حاجة، بس بينقل عسكري شرطة لتمثال في مصر عشان يهرب، وبياخد إيميلي يوصلها المطار ويسيبها تسافر لوحدها عشان يحميها. بس الأمور بتخرج عن السيطرة. رونالدو بيوصل لأبو ديفيداس، ولما ما بيوصلش الحاجة منه بيخلص عليه. ديفيداس بيرجع يلاقي أبوه خلاص فارق الحياة. الصدمة بتكسره وبيقرر انه مش هيهرب تاني. بيروح لجريفن ويطلب منه يتحدوا عشان يخلصوا على رونالدو. جريفن بيرفض في الاول وبيقول له ان ده انتحار، وبتبدأ مطاردة جنونية ما بينهم في شوارع طوكيو، وهم بيسرقوا عربية وبيتنقلوا بيها وسط الزحمة في مشاهد خرافية وأسطورية. أخيرا جريفن بيوافق، بيروحوا لإيميلي عشان ينقذوها. بس رونالدو كان أسرع باستخدام جهاز متطور بيفتح بوابات لأماكن الانتقالات اللي بيعملوها. قوة ايه بقى؟ ده كده قوتهم ما عادتش ليها لازمة. البلابيس بيهجموا على مخبأ جريفن. المعركة بتبدأ، رصاص، نار وكهرباء في كل حتة. ديفيداس بيقع في الفخ ورونالدو بيرفع خنجره عشان يخلص عليه. بيقول له ان المنتقلين خطر على البشرية ولازم ينتهوا، بس جريفن بيتدخل بقاذف لهب وبيقلب الموازين. جريفن مليان غل لأن رونالدو هو اللي خلص على عيلته زمان. بينقل رونالدو ويضربه في حيطان الكهف، وبعدين بيعمل ضربة أسطورية، بينقل أتوبيس كامل من لندن بيرميه في الصحراء عشان يدمر قاعدة الصيادين البلابيس كلها. رونالدو بيهرب من بوابة الانتقال وبيروح لبيت إيميلي. ديفيداس بيلحقه، بس هنا بتحصل كارثة من نوع تاني. جريفن بيقرر يرمي قنبلة على بيت إيميلي عشان يخلص على كل الصيادين اللي هناك، حتى لو إيميلي هتموت معاهم. ديفيداس بيتجنن، بيخطف القنبلة وبتبدأ معركة حياة أو موت بين الاتنين اللي كانوا حلفاء من شوية. المعركة ما بينهم ما كانتش مجرد ضرب، دي حرب بتلف العالم كله.
في ثانية بيضربوا بعض فوق الأهرامات المصرية، لو انت بتحب مصر حط لايك. وفي ثانية تانية بيطيروا فوق كباري ضخمة، بينتقلوا وهم في الهواء، بيقعوا في محيط متلج يكسر العظم، وبعدها بلحظة يلاقوا نفسهم وسط ساحة حرب حقيقية مليانة انفجارات ورصاص. أنه عصر ده بقى مش عارف. وبيمسك جريفن وينقله وسط أسلاك ضغط عالي من الكهرباء بتصعد جريفن وبتنهي القتال المجنون والحماسي ده. ديفيداس بيرجع لبيت إيميلي وهو بينهج، بس بيقع في فخ البلابيس. أسلاك الكهرباء بتلف حوالين جسمه، الألم رهيب، بس غضبه وخوفه على إيميلي بيديله طاقة مرعبة، بيجمع قوته كلها وبينقل جزء كامل من البيت وهو جواه وبيرميه في نهر المدينة. البيت بيكسر تحت المية، بس ديفيداس بينقذ إيميلي وبيروحوا لخرابة في المكتبة القديمة. رونالدو بيطلع من تحت الأنقاض مصمم على القتال، بس ديفيداس المرة دي مش خايف، بيبصله بثقة وبيقوله أنا عمري ما هكون الوحش اللي انتوا خايفين منه. وبدل ما يخلص عليه بينقله ويرميه في وسط صحراء معزولة على بعد آلاف الأميال ويسيبه هناك كعقاب. وبعد كل ده ديفيداس بيروح يقابل أمه وبيكتشف الصدمة الأخيرة، أمه طلعت أصلا من البلابيس، سابته وهو عنده 5 سنين لما عرفت إنه منتقل عشان ما تضطرش تخلص عليه بإيدها. بتديله فرصة جديدة للحياة وتحذره ياخد باله من نفسه. ديفيداس بيرجع لإيميلي، الحواجز كلها انكسرت، السر انكشف والماضي انتهى. بيمسك ايديها وبيبدأوا رحلة جديدة، العالم كله مفتوح قدامهم ومفيش مكان بعيد عليهم. قوة مذهلة تخليك تمتلك العالم في ثانية، بس الثمن اللي هتدفعه هو انك بتفضل طول عمرك بتجري. النهاية دي بتثبت ان الحرية مش في انك تقدر تروح في اي مكان، الحرية انك تلاقي الشخص اللي يخليك مش عايز تمشي من جنبه. يعني روح اتجوز، هتفضل لحد انت قاعد عازب كده؟ طب انا عازب وانت عازب، نهايتها ايه؟ هنتجوز امتى يا صديقي المشاهد؟ اتمنى تكون استمتعت معانا والفيديو عجبك ونال الاعجاب واشتركت وبقيت جزء من عيلتنا. اتمنى لك يوم سعيد مليان بالصحة والخير، وتخرج من عزوبيتك وتلاقي شريك حياتك. مع السلامة يا أعز مشاهد، وهشوفك تاني.